السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه لتبييض الاسنان روعه بجد تحفه. وصفتنا النهارده مش مكلفه، بحاجه طبيعيه وموجوده عندك في البيت. الوصفه عباره عن 3 مكونات: الفازلين ومعجون الاسنان والسكر. حاجات كلها عندك في البيت، حاجات طبيعيه ما فيهاش اي اضرار خالص. الوصفه دي هتشوفي نتيجتها من اول استخدام، بجد تحفه. بتشيل الصفار والتصبغات اللي على الأسنان، بتشوفي أسنان بياض ناصع. كمان ممكن تستخدميها كده كتقشير لإيديكي، بترطب الإيد وبتفتح، بجد نتيجتها روعة. أنا هنا معايا حوالي نص معلقة من السكر، هناخد عليهم معلقة من معجون الأسنان، أي نوع موجود عندك، أي نوع معجون. هندوس عليها جامد كده، هناخد منها معلقة. حاجات طبيعية ومش مضرة خالص. هننزل كده بمعجون الأسنان على السكر، ولا تستخدمي راس الفحم ولا الكركم ولا الحاجات دي خالص. ال3 مكونات اللي انتي هتشوفيهم دلوقتي دول بجد هيجيبولك نتيجة من الآخر. هتشوفي أسنان بصراحة يعني مش هتحتاجي تروحي لأي دكتور، لا تبيضي أسنانك. استخدميها مرتين في الأسبوع، وكمان اعمليها طازة، مش تعمليها وتركنيها في التلاجة عشان ممكن تنشف منك، لان انتوا عارفين الفازلين بينشف بسرعة. فاعمليها كده طازة كل ما تيجي تستخدميها. نزلنا بالمعجون والسكر، هناخد معلقة من الفازلين، وكمان اي نوع فازلين بس يكون كويس. هننزل كده بالفازلين على السكر والمعجون. انت ممكن تقللي الكمية، لان الكمية دي برضو كتيرة. لو حابة تعملي بها ايديكي، بجد تحفة. بترطب الايد وبتفتح وبتشيل التصبغات كمان من الايد والسمار. بجد وصفة طبيعية وسهلة ومش مكلفة اي حاجة خالص. هنضربهم كده مع بعض، السكر والمعجون والفازلين، لحد ما نحصل على قوام كريمي زي ما انتوا شايفين. شايفين لونه فتح ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه. هناخد منها كده، ممكن تبقى تكتري الكمية، انا عملتلك عشان التصوير. بتدعكي ايديكي، بجد بتشيل اي حاجة كده صبغة في ايديكي بتشيلها. ده غير ان هي بترطب الايد. بتديكي نعومية كده، حاجة كده روعة. يعني تستخدميها للأسنان وكمان لإيديكي، ما فيهاش أي ضرر خالص. احنا كده كده بنستعمل الفازلين وبنستعمل المعجون، كمان السكر بيقشر الإيد. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انتي كمان كل ما تعملي اكتر بتفتح ايدك اكتر.
كمان بتستخدميها للأسنان، بتاخدي بالفرشة كده وتدعكي أسنانك، بجد والله هتشوفي النتيجة من أول استخدام. هتستخدميها مرتين في الأسبوع إن شاء الله. الوصفة هتعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي لايك علشان بإذن الله يوصلك كل فيديوهاتي. شايفين قوامها كريم ازاي؟ حاجة كده طبيعية وموجودة عندك في البيت، ممكن تحطها في علبة وتستخدميها. كمان ريحتها حلوة